السلام عليكم. مرحبا بكم وعدنا والعود أحمد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم سلو أو السفوف على الطريقة المغربية. هنا درتو أنا بالشوفان، الشوفان أولا بغيتو ديروه بدقيق تاع القمح كومبلي أولا بالشعير، المهم لكم الاختيار. أنا تنديرو بالشوفان، نقبض الشوفان تنطحنو مزيان حتى تيعود بحال الفورس هكا. الوغ وتنحمرو انا في هاد الطنجرة النحاس، الا ما توفرش ديروا الكوكوط ولا دخلوا الفران. فتنحتاجو هنا واحد نص رابعة بين حبة حلاوة والنافع. تنحتاجو القرفة، وكتحتاجو المسكة الحرة. بالنسبة للوز والجنجلان، فاللوز انا كنقليه تفاديا شويه القليه نتاع الزيت، تنقليه هو والجنجلان بحال هكا، وكنقبطو وكنطحنو باش يطلق ليا داك الزيت. من الاحسن يكون شويه سخون باش يطحن لينا مزيان ويطلق لينا داك الزيت. دونك نبداو على بركه الله نطحنو الطحنه تاع اللوز والجنجلان. نقبطو اللوز والجنجلان ديالنا. من الاحسن يكون الجنجلان كما قلت لكم سخون. الا ما توفرش عندكم شي طحانه اللي مزيانه، فيمكن لكم تدوه المحلات اللي يطحنوا بديك الطحانه الكبيره. فلهنا الكميه اللي خديت واحد 2 كيلو تاع الشوفان، تندير فيه كيلو تاع اللوز وكيلو تاع الجنجلان. ندير واحد الكميه ونطحنها ونرجعوا ان شاء الله. هنا مني كملت الطحين تاع اللوز والجنجلان، تنشد هاد الروبو فكما كتلاحظوا. هذاك الجنجلان وهاد اللوز تيطلق تيعود غير الزيت. هنا هكا تنزيد عليه هذيك حبة حلاوة والنافع، تنزيد عليه المسكة مدقوقة مع واحد شوية السكر، تقريبا واحد نص معلقة. تنزيد القرفة، شي 2 حتى 3 المعالق كبار. بالنسبه للسكر انا ما غاديش نزيدو دابا، حيت غنحيد واحد لابارتي غادي نخليها مسوسه، وعاد غادي نزيد النسبه تاع السكر، وغندير السكر كلاصي
والنصيحة انكم قلوا شويه من السكر، يعني على حسب، ما ديروش حلو بزاف. الان غادي نبدا نخلط. ونتلاقاو ان شاء الله. هنا سلو مني عجناه مزيان في العجانه، وزدنا الكميه تاع السكر كلاصي على حسب الذوق، من بعد تندير واحد زليفه تاع اللوز مقلي تنهرمشو باش نخلطوه، غادي يجي على هاد النتيجه وصحي 100%. تنتمنى تكون الوصفه ان شاء الله عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في وصفه اخرى من وصفات شويه عود الورد.